حبايبي طلبة ميدل 1 هنبدأ النهاردة ناخد تاني لسه عندنا في المنهج، واللي هو بيتكلم عن application on ratio and proportion. الدرس ده دلوقتي بيتقسم لثلاث حاجات أو بيتقسم ل 3 lessons. أول lesson عندي هنتكلم فيه هو ال drawing scale. تاني حاجة عندي هي ال proportion division. تالت حاجة عندنا هي ال percentage. فهناخد النهاردة مع بعض ال drawing scale ونحل عليه أسئلته كلها. اول فكره او اول حاجه قبل ما ابدا في الدروينج سكيل محتاجك تبقى فاكر كده معايا احنا كنا بنحول الكيلومتر لسنتيمتر والمتر لديسيمتر والحاجات دي بتحولها ازاي. فعشان نقول الموضوع ده في ناس كانت بتحفظها كده، يعني مثلا كيلومتر لمتر 1000 وهكذا، وفي ناس كانت بتحفظها على ايديها. انا بحب احفظها على ايديا اهو. ايدي اهي، ايدي بتتكون من كام فينجر؟ 5 فينجرز. هنقول ان ده هو الكيلومتر اهو، ده كده هو الكيلومتر، ده هو المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. تمام. فانا هنا من كيلو المتر 1000، من متر لديسي سنتي لديسي 10، ومن ديسي لسنتي 10، ومن سنتي لملي 10. يعني كده كيلو متر ديسي سنتي ملي، كيلو متر ديسي سنتي ملي، من كيلو المتر 1000، من كيلو المتر 1000. قول معايا، من متر لديسي 10، ديسي لسنتي 10، سنتي لملي 10. طب يا مستر انا عند الكيلو وعايز اوصل لحد السنتي، هعمل ايه؟ يبقى انا هنا معايا 1000 تايمز 10 بتوع الديسي تايمز 10 بتوع السنتي، يبقى كده معايا 100,000. تمام. يبقى انت لازم تبقى حافظ التحويلات دي كويس قوي. وايه اكتر حاجه هتلاقيها بتتكرر عندك؟ اللي هي كيلومتر ايكوال كام سنتيمتر، ودي قلنا ان هي كام؟ 100,000. طيب نفهم بقى يعني ايه drawing scale، او drawing scale ده انا بستخدمه في ايه. دلوقتي drawing scale ده هي ريشيو ما بين ال draw length وال real length. يعني انا دلوقتي بتعامل مع رسمة او مع صورة او مع خريطة او مع اي حاجة مرسومة، ففي length حقيقي ولينث مرسوم او في الرسمة. تمام. فdrawing scale هو ريشيو ما بين ده وده، ما بين ايه وايه؟ drawing length to real length. يعني drawing length الاول بعد كده real length. يعني انا برضو هعمل ايه؟ يعني دلوقتي عندي مثلا لو جينا بصينا على الخريطة، اي خريطة في المدرسة عندك، هتلاقي ان الخريطة دي مرسومة بطريقة معينة بحيث ان هي جايبة كل الدول مع بعض وبنفس المسافات. فلو ركزنا في الموضوع ده، هو ما اترسمش عشوائي، لا ده اترسم بسكيل معين بطريقة معينة. يعني مثلا لو جينا بصينا على الخريطة هنلاحظ ان مثلا في رقم كده مكتوب تحت، الرقم ده بيحدد لك ان انت كل سنتي بيمثل كام كيلو. يعني كل سنتي في الرسمة بيمثل لي مثلا 100 كيلو متر وهكذا. تمام. المهم مش عايز ادخلك في حوارات كتير، ان انا دلوقتي عندي drawing سكيل هو ريشيو ما بين مين ومين؟ ما بين الدرو والريل اهو. هي عبارة عن الدروينج لينث اوفر الريل لينث. طب من الاخر كده يا مستر انا عايز انجز، هنعمل ايه؟ هيجي لي المسألة في نوعين. عندي نوعين من المسائل في الدروينج سكيل. النوع الاولاني هيديلك الدرو لينث وهيديلك الريل لينث ويطلب منك الدروينج سكيل. هيديك ايه؟ الدرو لينث والريل لينث ويطلب منك الدروينج سكيل. تمام. ساعتها هتعمل ايه؟ هتعمل الدرو لينث ديفايد للريل لينث بس. ده كده اول فكره. تعال نبص عليها كده. اول فكره بيقول لي هنا if the length in the drawing is 3 cm and the real length is 9 meter then find the drawing scale. قبل ما تبدا كده فكر، هو انتوا نفس اليونت؟ لا، ده واحد بالسنتي وواحد بالمتر، ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ هحول من متر لسنتي. عشان احول من متر لسنتي هعمل ايه؟ هعمل تايمز 100. يبقى 9 متر كده تاخدها تعملها تايمز 100 تطلع معاك بكام؟ 900 سنتيمتر. ده مبدئيا. بعد كده هقول له يا مستر انت قلت لي هي الريشيو بتوين درو تو ريل، ادي الدرو وادي الريل. كلام جميل. هكتب ال 3 تحت الدرو واكتب ال 900 دي تحت الريل. ليه ما كتبتش ال 9 متر؟ لان احنا قلنا لازم يكونوا نفس اليونت. احنا خدنا في الدرس اللي فات ان البروبورشن او الريشيو عباره عن comparing between two quantities from the same kind، من نفس النوع. تمام. يبقى انا دلوقتي معايا 3 to 900. ماشي. عايز احطها بقى في السمبلست فورم، مش ممكن اعمل divided 3 هنا وديفايدد 3 هنا يطلع 1 to 300 بس كده خلصت. طب ما جاتش في دماغي ان انا اعمل ديفايد، هتعيد الكالكوليتر معاك. هتعمل 3 ديفايد 900 بكام؟ 1 over 300، يعني 1 to 300. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟
جبت الدروينج سكيل. الدروينج سكيل هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدروينج لينث اوفر ريل لينث، سواء عملتها في شكل ريشيو عملتها في شكل فراكشن، الاتنين صح. طب تعال نبص عليها كده، عملناها في شكل فراكشن تبقى عاملة ازاي. هنا بيقول لي if the length in the drawing is 4 سنتيمتر. اللينث فين؟ في الدروينج، يبقى ده كده بالنسبة لي هو الدرو لينث. and the real length is 16 كيلو. يعني في الرسمة كانت 4 سنتيمتر بس، في الحقيقة 16 كيلو. تمام. عايز ايه حضرتك؟ انا عايز الدروينج سكيل. يبقى الدروينج سكيل هتقول لي هو عبارة drawing scale هو عبارة عن الدرو لينث over الريل لينث. كلام جميل. طب الدرو لينث اللي هو بكام؟ اللي هو 4 سنتيمتر. طب والريل لينث ده ب 16 كيلومتر، ينفع؟ ما ينفعش. طب هعمل ايه؟ على جنب كده هقول له 16 كيلومتر ده equal 16 times 100,000 يعني equal 1,600,000، واكتب هنا ال 1,600,000. حلو قوي. اقوم جاي اعمل ايه بعد كده؟ احطها في السمبلست فورم. ادي الكالكوليتر، هتكتب 4 divide 16 وجنبها ال 5 zeros دول، طلعت ب 1 over 400,000. بس كده خلصت. يبقى انا كده خلصت، جبت الدروينج سكيل، سواء كتبتها لي في شكل فراكشن كتبتها لي في شكل ريشيو 1 to 400,000. احنا قلنا المره اللي فاتت ان هما الاثنين واحد، فراكشن او ريشيو هما التايبس بتاعت ايه؟ بتاعت الريشيو. تمام. طيب ده كده اول فكره عندي. يبقى اول فكره تاني راجع معاك اهو بسرعه. اول فكره هي ايه؟ بيجي لي الدرو وبيجي لي الريل وبعمل الاثنين ديفايد عشان اجيب الدروينج سكيل. احنا قلنا طبعا ان انا لو جيت ركزت على الماجيك تراينجل كده هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من الدرو والريل والدروينج سكيل. فانا لو عايز الدروينج سكيل هعمل ايه؟ هعمل اللي فوق ده ديفايد اللي تحت. تمام. لو عايز الريل لينث هعمل اللي فوق برضو ديفايد اللي تحت. طب لو عايز الدرو لينث هعمل ده وهعمل ده. تمام. واكتر مثال بيجيلي عايز الدرو سكيل لما يديك ده ويديك ده. طب الفكره التانيه بقى، الفكره التانيه انا هديك الدروينج سكيل، فانت كده فرق ما بين الفكرتين. الفكره التانيه هو مديلك الدروينج سكيل، فانت هتحل بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي. لما تلاقيه هو مديلك الدروينج سكيل بالشكل ده كده، بيقول لك if the scale on the map is كذا، ده السكيل. وهيديك بقى واحده كمان، يعني هيديك الريل هيديك الدرو. بيقول لك and the distance between 2 points on the map 4.5 سنتيمتر. عايز ايه بقى؟ عايز الاكتوال ديستنس، يعني عايز المسافه الحقيقيه. هتعمل ايه؟ هتقوم جاي عامل ريشيو ما بين ده وده على طول. في كل المسائل بالفكره دي، مديني دروينج سكيل ومديني حاجه وعايز التانيه، هعمل ريشيو بين الدرو والريل. تمام. واكتب الدروينج سكيل اللي هو مديهولي الاول، ادي 1 600,000 كتبناها. ولاحظ ان هي ريشيو ما بين الدرو الاول والريل التاني على طول، الدرو بعد كده الريل. ماشي. كتبنا الريشيو. بعد كده هحط ال 4.5 سنتيمتر دي، هشوف هو قال لي دي رسمه ولا حقيقه. لا دي رسمه، قال لي دي كده اون ذا ماب، يبقى دي على طول في الرسمه في الدروينج، اكتبها تحت الدرو بس واعمل الصح. هحسب ده تايمز ده ديفايدد ده، زي ما كنا بنعمل في الفراكشنز. كنا بنعمل ايه لما نبقى عايزين ده؟ تعمل الصح، ده تايمز ده ديفايدد ده، نفس الفكره بالظبط. تعمل الصح هيطلع معاك 2,700,000 سنتيمتر. ده كده الرقم اللي طلع معايا على الكالكوليتر. ممكن يقول لك حولها لي الكيلو، فهتشيل منها 5 zeros كأنك عملت divide 100,000. يبقى لو عايز احول من كيلو لسنتي تايمز 100,000، العكس divide 100,000. تمام. طيب في كتير مننا عندنا في المدرسة بيشوف خرايط، او الخريطة اللي بتبقى موجودة في الفصل. الخريطة دي بيكون عليها الريكتانجل الصغير اللي موجود قدامك ده. الريكتانجل ده ما سألتش نفسك في مرة هو ايه معناه؟ هو ايه ده؟ عبارة عن ايه؟ اقول لك انا دلوقتي. الريكتانجل ده بيعرفك السكيل بتاع الخريطة. الخريطة دي يا حبيبي ماشية بسكيل معين زي ما قلنا. السكيل ده اللي هو كل سنتيمتر في الرسمة اللي على الخريطة بيمثل ايه في الحقيقة، فهو ده معناه بيمثل ايه. لو جيت لاحظت ان هتلاقي ان هو بيزود 25 بيزود 25، يبقى كل سنتيمتر، كل سنتي، ركز كده في الكلام، سنتيمتر في الرسمة بيمثل ايه؟ 25 كيلو. انت متخيل المسافة؟ السنتي الواحد بيمثل 25 كيلو. تمام. فده معنى الرسمة دي. ممكن تجيلي في سؤال تشويس يقول لك مثلا دي بتمثل ايه؟
ممكن تيجي لك في سؤال تاني يقول لك هات لي الدروينج سكيل من هنا وكمل عليها، فانت لازم تفهم الرسمه دي معناها ايه. معناها ان each 1 سنتيمتر على طول 1 سنتيمتر represent، والرقم اللي هيبقى مكتوب هنا كيلو، تمام، او على حسب هو كتب لك متر، مش شرط تبقى كيلو كل مره، تمام. يبقى انا هنا دروينج سكيل بي دي هو عباره عن 1 to 25 كيلو. طب 25 كيلو دي يعني ايه؟ يعني 2,500,000 سنتي، تمام. طيب عندنا بقى الدروينج سكيل نوعين. تعالى نعرف انواع الدروينج سكيل. في نوع اسمه minimization او reducing، ونوع تاني اسمه magnification او enlargement. طب هو ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ معلش كده. minimization باينه من اسمها ان انا حاجه كبيره وانا صغرتها، حاجه كبيره انا صغرتها. يعني ايه مثلا؟ زي دلوقتي لما اجي اشوف مثلا الخرايط، الخريطه هي مسافه كبيره قوي واحنا صغرناها، فده اسمه ايه؟ اسمه minimization، ان انا صغرت الحاجه. minimization يعني ايه؟ صغرت الحاجه، تمام. في حاله المينيمايزيشن بيكون الدروينج سكيل عامل ازاي؟ بيكون ال1 في الاول والرقم الكبير بعديه، مش شرط 1، المهم اللي يبقى عندك ايه؟ الرقم الاولاني بيكون هو الصغير. يعني الريشيو هنا 1 اوفر حاجه كبيره، فده معناه ان هو smaller than 1. ان انا دلوقتي لما يجي لي في المينيمايزيشن هعرفها ازاي؟ مثلا لو جه قال لي في التشويس مين في دول مينيمايزيشن، هلاقي الريشيو الرقم الصغير الاول بعد كده الكبير، فده معناه ان هي مينيمايزيشن. يعني 1 مثلا اوفر حاجه كتير، حاجه كبيره 300 مثلا 500 ايا كان، مهم ان اللي فوق سمولر ذان اللي تحت، فده معناه ايه؟ معناه ان الريشيو هنا بتكون less than 1. الدروينج سكيل في حاله المينيمايزيشن بيكون ايه؟ less than 1، تمام. طب الماجنيفيكيشن زي ايه؟ الماجنيفيكيشن ده، الماجنيفيكيشن ده دلوقتي مثلا واحد صاحبنا شاف نمله معديه وطلبت معاه وربنا ما نحلك انا هصورك، فمسك التليفون بقى وقعد يعمل زوم لحد ما صور النمله. ده واحد فاضي مالناش دعوه بيه. المهم اللي احنا عايزين نستفاده من الموضوع ده ان الصوره بتاعه النمله على التليفون، هل دي هي الحقيقه ولا لا؟ لو جيت ركزت تلاقي طبعا مستحيل تكون هي دي الحقيقه، هتلاقيها كبيره في التليفون، فده معناه ايه؟ معناه ان هي كانت حاجه صغيره واحنا كبرناها. يبقى هنا الانلارجمنت عباره عن ايه؟ او زي ايه؟ زي الدروينج سمول انسكت، واحد رسم حشره، واحد رسم باترفلاي، تمام، هو في الرسمه هيكبرها. فهنا بيكون الدروينج سكيل ماله more than 1. يبقى مثلا هيجي لي ازاي؟ هيجي لك مثلا ادي 300,000 اهي نفس الرقم اللي فوق to 1، يبقى الكبير الاول بعد كده الصغير. ده الفرق ما بين الدروينج سكيل، المينيمايزيشن والماجنيفيكيشن. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعال نشوف كمان اسئله. بيقول لك هنا if the distance between أسوان and Kenya is 373 kilometer and was drawn with a scale 1 to 1 million, what is the distance on the map؟ عايز المسافة على الرسمة أو على الخريطة. فهنعمل إيه؟ زي ما قلنا ratio ما بين ال draw length to real length. حلو. في الريشيو دي هنكتب فيها إيه؟ هنكتب ال drawing scale الأول اللي هو مديهولنا، أدي ال 1 وأدي ال 1 مليون، تمام. بعد كده هتكتب ايه؟ هتكتب الرقم ده. شوف بقى هو ريل ولا درو؟ هو ريل، ده كيلو طبعا، مفيش واحد هيرسم رسمه 373 كيلو، مستحيل، يبقى ده درو، ده سوري ده ريل. فاولا هتحوله لسنتيمتر، تاخده على جنب كده. تعالى 373 هعملك تايمز 100,000 تطلع بكام؟ قال لك ادي 373 هتحط اللي جنبها 5 zeros، اكتب الرقم يعني 37,300,000. حلو. انا محتاج مين؟ انا محتاج الدرو لانس، محتاج الحته دي، يبقى الاكس هنا. وتعمل ايه؟ هعمل الصح. طب هعمل الصح ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده، انا ببدا من عند مين؟ الاثنين اللي في وش بعض بيتعاملوا تايمز بعض اهو، الاثنين الماليين بيتعاملوا تايمز بعض، وارجع ديفايد على التاني. فهنا هنقول له ان الدرو لانس ايكوال ال1 هتعملها تايمز 373 اللي جنبها 5 zeros دي over 1 مليون. حلو.
والحسابة بتحسب، الكالكوليتر شغالة. امسك الكالكوليتر او شيل بقى، هي الموضوع هنا بسيط، انت هتشيل زيروز بس. احنا معانا 3,737,300,000 هتعمله ديفايد ال 1 مليون. بكام ده؟ قال لي ب 37.3 سنتيمتر. خلاص شكرا. طب هات اللي بعدها. لاحظ بس كده، تعال نشوف المسألة دي هي كانت ماجنيفيكيشن ولا مينيمايزيشن. هنا الريشيو دي ماجنيفيكيشن ولا مينيمايزيشن من غير ما تقرا المسألة. هنا مينيمايزيشن لأن هي باين أوي إن الرقم الأولاني صغير والتاني كبير. تمام. طيب تاني واحدة بيقول لي هنا a microscope was used to magnify an insect of real length 0.8 millimeter in the scale A 100 to 1. Calculate the length after magnification. يعني أنا عندي ميكروسكوب، الميكروسكوب ده عمل إيه؟ عمل ماجنيفاي، كبر مين؟ كبر الانسكت اللي هي الحشرة اللي هي كانوا ماسكينها دي، وكان الريل لينث بتاعها 0.8 ملم، حاجة لا تذكر. والسكيل كان 100 to 1. لو ركزت في السكيل هنا بص 100 to 1 كبير الأول، فباين أوي إن هي ماجنيفاي من غير ما يقول لي كلمة ماجنيفاي دي. Calculate the length after magnification. هنعمل الريشيو ما بين الدرو length to real length، نفس الفكرة بالظبط، مفيش أي اختلاف. وآدي ال 100 يا سيدي، وآدي ال 1. معانا 0.8 مليمتر، 0.8 مليمتر. عشان أحول من مليمتر لسنتيمتر هنعمل ديفايد بقى المرة دي، ديفايد 10، يعني 0.08 سنتيمتر. يبقى خلينا إيه متعودين كده في كل مسائل حلها للسنتيمتر وريح دماغك، خليهم في السنتيمتر وريح دماغك. ده يتكتب تحت مين؟ ده تحت الريل لينث، ده لينثها الأصلي 0.08. حلو، أنا محتاج ده. نفس الفكرة، اعمل الصح، هتعمل تايمز وديفايد. يبقى هقول له أنا معايا دلوقتي الدرو لينث أو the length after magnification اللي هي 100 تايمز ال 0.08 divided 1. طبعا divided 1 مبتأثرش في حاجة. 100 هتتحرك البوينت حركتين يطلع معانا 8 سنتيمتر. يبقى بعد ما كبروا الرسمة طلعت معاهم بكام؟ ب 8 سنتيمتر. تمام. ناخد فكرة كمان. هنا بيقول لك if the height of Cairo Tower in the picture is 9 سنتيمتر. the height of Cairo Tower in the picture يعني ايه؟ يعني ده هو ال draw length. تمام. then find the real height. عايز ال real height. طيب لو كان ال drawing scale 1 to 2000 يبقى نفس الفكرة، ادي ال draw length to real length. تمام. هكتب ال drawing scale اللي هو 1 to 200 أو 2000، واكتب الرقم اللي هو مديهولنا تحت ايه؟ درو ولا ريل؟ هو هنا قال لك ده height of Cairo Tower in the picture، يبقى ده كده درو، رسمة 9. واعمل ايه بعد كده؟ اعمل الصح، انا عايز ده، اعمل الصح. يبقى انا هاخد الاتنين اللي في وش بعض اهم تايمز وارجع ديفايد على ده. يبقى معانا الريل length equal 2000 times 9. طبعا divided 1 مش هتأثر في حاجة، يعني 18,000 سنتيمتر. طبعا اللي بعدها عندنا هنا بيقول لي a map was drawn from Suez Canal with a scale 1 to 5 million. تمام. if the length of canal is كام؟ 34.6 سنتيمتر. find the real length. يعني هم عملوا خريطة مخصوصة عشان خاطر قناة السويس. الخريطة دي كان السكيل فيها 1 لمين؟ ل 500,000، 5 مليون كمان. تمام. واللينس كان في الخريطة 34.6. انا عايز اعرف الريل لينس قد ايه وعايز يحوله للكيلو. فهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. انا معايا الدرو لينس تو الريل لينس، نفس الفكرة بالظبط، مفيش اي اختلاف. ادي ال1 وادي ال5 مليون. حلو. هكتب الرقم اللي هو مديهولي ده فين؟ اكيد طبعا تحت الدرو. هو قال لي ده length on the map 34.6. محتاج ده، هعمل ايه؟ اعمل الصح. يبقى 5 مليون تتعمل تايمز 34.6 وتتعمل ديفايدد ده. يبقى هقول له هنا real length equal 5 مليون times 34.6 divide 1.
والحسابة بتحسب. ادي الكالكوليتر. divided 1 مش لازم اكتبها طبعا. طلع معانا بالرقم الغريب ده 137 وجنبها ادي 1 2 3 4 5 6 zeros، يعني 173 مليون. حلو. عندي حولها لي لايه؟ للكيلومتر. ده كده المفروض ان هي سنتيمتر، عشان احولها لكيلومتر يبقى انا هعمل divided 100,000، يعني هشيل كام زيرو؟ هشيل 5 zeros 1 2 3 4 5، يعني equal 1730 كيلو متر. ماشي. ناخد فكرة كمان بقى، نعلى الأفكار. هو كده الأفكار اللي بتيجي في الامتحان كلها خلصت، فاضلش غير الأفكار العالية شوية. طب الأفكار اللي هنا مثلا جايلي هنا بيقول لي the distance between two cities on the map is 10 centimeter. حلو أوي. معايا distance between two cities on the map، يعني معايا ال draw length equal 10 centimeter. تمام. and the real distance is 120 كيلومتر. كلام جميل أوي. 120 كيلومتر ده مين؟ ده الريل length. عايز ايه؟ قال لك انا عايز الدروينج سكيل. لحد هنا وسكت. يعني انت عايز دروينج سكيل بس؟ امال ايه الصعب في الموضوع؟ كمل بقى اللي بعديها. هو مش صعب، هو فكرة زيادة. بيقول لي if the distance between two other cities on the same map، على نفس الخريطة، كانت الديستانس ما بينهم ايه؟ 6 سنتيمتر. find the real distance between these two cities. عايز الريل distance ما بين البلدين التانيين. يعني انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مبدئيا انا معايا ريل ومعايا درو بتاعت بلدين انا عارفهم، فهعمل ايه؟ هجيب الدروينج سكيل. تعال نجيب الدروينج سكيل ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ادي الدروينج سكيل، هي عبارة عن الريل اوفر الدرو، سوري الدرو اوفر الريل. 120 كيلومتر، يعني هنحط جنبها كمان 5 زيروز. ماشي. حسب بتحسب هتشيل لك زيرو مع زيرو بس، يعني 1 اوفر 12 بقى جنبها 4 زيروز ولا كام؟ 5 بقى زيروز. 1 2 3 4 5. ده كده الدروينج سكيل. انا كده جبت الدروينج سكيل بتاع الخريطة. ممكن تكتبها كده وممكن تكتبها 1 2 الرقم التاني اللي هو 1,200,000. ده مين؟ ده الدروينج سكيل. تخيل بقى معايا ان هي مسألة تانية. انا جاي لك في المسألة التانية بقول لك يا عم الحاج الدروينج سكيل هو 1 2 الرقم ده، وعايز الريل لينس لو كانت الدرو لينس هو ده. يبقى انا دلوقتي معايا مسألة تانية. تخيلها ان هي مسألة تانية. تمام. فهتعمل ايه؟ هتقوم جاي عامل الدرو لينس تو ريل لينس. ماشي. معانا 1 ومعانا الرقم ده كان قلنا كام؟ 1,200,000. حلو. واكتب ايه بعد كده؟ قال لي المسافة ما بين البلدين دول كانت 6 سنتيمتر على الخريطة. ادي 6 سنتيمتر على الخريطة، ومحتاجين نحسب ده. يبقى اعمل الصح، ده تايمز ده ديفايدد ده. يبقى هقول له ان الريل لينث ايكوال ادي ال 1,200,000 تايمز 6 ديفايدد 1. طبعا مش هتغير حاجة، يعني 6 تايمز 12 ب 72، ونزل الزيروز دول 1 2 3 4 5. ده كده سنتيمتر. طب هو عايزها بالكيلو مثلا. لو قال لي حولها لي للكيلو، فهنشيل ال 5 زيروز هيبقى يطلع معانا 72 كيلو متر. في حاجة صعبة في الكلام ده؟ لا. طب تعالى نبص على دي. يقول لي هنا a map was drawn with a scale drawing if a distance. هي الماب اترسمت بالسكيل drawing ده. خلاص بقى انت المفروض فهمت ده يعني ايه. هنحلل ده مع بعض بس نكمل قراية المسألة. if the distance between two cities on the map، ال distance ما بين ال two cities on the map يعني ال drawing length بالرقم ده. find the real distance between them in kilometer. انا عايز ال real distance between them بالكيلومتر. طيب لحد هنا وسكت. دي كده مسألة. تمام. if the distance between the same two cities، نفس البلدين بس على خريطة تانية، كانت الديستانس كام؟ كانت الديستانس
4.25 سنتيمتر. عايز السكيل بتاع الخريطة التانية. انت راجل فاضي بقى، تعالى يا عم تعالى، انت عايز ايه دلوقتي؟ تعال نحلها واحدة واحدة، مسألة مسألة. المسألة الأولى عايز منها ايه؟ عايز منها الريل ديستانس. تعامل معاها ان هي مسألة مسألة. الريل ديستانس يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل دروينج سكيل الأول. هو فين الدروينج سكيل أصلا؟ ده مش مديهولي. بص بقى على البتاعة دي، كنا بنقول ايه؟ ان each 1 سنتيمتر represent ايه؟ الرقم ده كيلو. يعني السنتي الواحد ب 5 كيلو. السنتي ب 5 كيلو. يبقى انا هقول له ان الدروينج سكيل بتاع الخريطة الأولى of the first map كان كام؟ 1 to 20 5 كيلو. 5 كيلو يعني 5 جنبها كام زيرو؟ جنبها 5 زيروز عشان احولها للسنتي. حلو، ده الدروينج سكيل. وانا مديك الدروينج لينس، خلاص ما هقدر اجيب الريل لينس. يبقى انا دلوقتي معايا درو لينس تو ريل لينس، ومعانا ال1 وال500,000. حلو قوي. معانا ايه تاني؟ معانا دي اللي هي الديستنس اون ذا ماب اللي هي 6.8. عايز ده، اعمل الصح، تايمز وديفايد. كلام جميل قوي. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقول له ان الريل لينث، هنكتبها تحت، equal، هنعمل 500,000 times 6.8 طبعا divided 1 اللي هي مش هتأثر معايا في حاجة. ادي الكالكوليتر، هتعمل 500,000 times 6.8 بكام؟ 34 وجنبها كام زيرو دول؟ ادي 1 2 3 4 5. 34 جنبها ادي 1 2 3 4 5. يعني لو جينا عملنا كوما كده وكوما كده هيطلع معايا 3,400,000. ده ايه؟ ده كده سنتيمتر. حلو اوي الكلام ده. انا كده خلصت المسألة الأولى. على حسب تخيلنا، احنا تخيلنا ان هي مسألتين، فاحنا كده خلصنا المسألة الأولى. المسألة التانية جاية لي بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي ان انا عندي خريطة جديدة. الخريطة الجديدة دي فيها ايه؟ فيها الريل لينث ده. اشمعنى؟ ما هي نفس البلدين، فالمسافة ما بين كايرو وأليكس مثلا الرقم ده، فهي نفس المسافة. حطيتها على خريطة تانية فالدرو هو اللي اتغير، الرسمة هي اللي اتغيرت، لكن الحقيقة المسافة ثابتة. ومعانا الدرو كام؟ الرقم ده. طب انت عايز ايه؟ انا عايز الدروينج سكيل بس. اقول له الدروينج سكيل هو عبارة عن الدرو ديفايد الريل. دروينج سكيل هو عبارة عن الدرو لينث اوفر الريل لينث. الدرو لينث كان كام؟ الرقم اللي فوق 4.25، وادي الريل لينث اللي هو ايه؟ 3,400,000. والحسابة بتحسب، الكالكوليتر شغالة مش هتقول لأ. ادي يا عم ال 4.25 نعملها ديفايد 3,400,000 بكام؟ 1 over 800,000. 1 over 800,000. شكرا. او تكتبها 1 to 800,000، مفيش مشكلة في الكلام ده. يبقى تاني كده احنا خدنا ايه النهاردة؟ احنا خدنا الدروينج سكيل. قلنا ان الدروينج سكيل هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريشيو بين الدرو والريل. ريشيو ما بين ايه؟ ما بين الدرو والريل. الدرو لينس تو ريل لينس. الدرو لينس بيجي في الاول والريل لينس بيجي التاني. يعني الدرو لينس هو الفيرست تيرم والريل لينس هو السكند تيرم. حلو. وقلنا لو جيت طلبت منك الدروينج سكيل، لو انا طلبت منك الدروينج سكيل بتعمل ايه؟ بعمل الدرو ديفايد الريل. بعمل ايه؟ الدرو ديفايد الريل. يبقى انا عندي الفكرة الأولانية في المسائل كان بيجي يطلب مني الدروينج سكيل، كنت باخد الدرو اعمله ديفايد الريل زي ما قلنا هنا، ده القانون بتاعها. الفكرة التانية بيديني الدروينج سكيل هو وبيديني واحدة من الاتنين التانيين وعايز التانية. يعني بيديني دروينج سكيل اهو ومديني الريل وعايز الدرو او العكس، فبنرسم الرسمة دي او بنعمل الخطوات دي وبنعمل الصح ونجيب اللي هو عايزه.
وايه تاني؟ هم دول الفكرتين. طب ايه الانواع الدروينج سكيل تاني؟ انواع الدروينج سكيل قلنا ان هو عندي حاجه اسمها مينيمايزيشن، واخدنا بالنا طبعا في المسائل ان في حاجات كتير اسمها مينيمايزيشن، اللي هي الخريطه اتصغرت، الرسمه اتصغرت، وهكذا، حاجه كانت كبيره وصغرناها، يبقى ده كده المينيمايزيشن او الريديوسنج. والحاجه التانيه اسمها ماجنيفيكيشن، زي ايه؟ زي الميكروسكوب لما كبر الانسكت في المساله بتاعت الانسكت، زي الرسمه لو واحد مثلا رسم انسكت حشره، تمام. وحلنا على كل دول مسائل، في اي مشكله ان شاء الله في الحاجات دي. هبعت لك الشيت ده وعايزك تحل الهوم ورك اللي عليه. لو في اي حاجه وقفت معاك ابعت لي او اكتب لي في الكومنتس. ما تنساش تعمل اللايك بتاعك وتصلي على النبي. سلام.